عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة على رسول الله. أحبائي الكرام، فيديو جديد لكم جديد مع وصفة طبخ عالم سعاد. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. هنا أحبائي الكرام، إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا هذه القناة عليكم بالاشتراك وضغط الجرس. هنا أحبائي نأتي بمطيشة، نصنعوا المطيشة المركزة لمدة طويلة، تقدر تحافظوا عليها في الثلاجة بهذا الشكل هذا. المطيشة يعني صغيرة بزاف. بغيتو تستعملوا اخرى، هنايا نقطعوا مطيشه ديالنا بالزريع ديالها والماء ديالها، ما غتسيبوا لا الزريع لا الماء ديالها، خليوها هيداك وغنطيبوها وغتشوفوا يعني التوابل اللي غنعدلوا فيهم، وغنكتبوا لكم في صندوق الوصف. يعني في صندوق الوصف، وغنوريكم دابا الطريقه. ما تفلتوا حتى شي لقطه، فرجه ممتعه. خليكم في الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه كيفاش غنصنعوا مطيشه المركزه اللي كيعدلوها في المحلات، كتجي رائعه بزاف. هنايا كنستمروا بالتقطيع بهذا الشكل هذا. احبائي الكرام، هاد المطيشه كتجي صحيه وتقدر تحافظوها في مجمد ولا في لمده طويله، واخا تعملوها في فريغو عادي. هنا ناتي احبائي الكرام بالطنجره. يعني بعد ما قطعت المطيشه ديالي، كانت عندي 2 كيلو د المطيشه. نتوما الا بغيتو تعملوا كثر، ديك المطيشه الصغيره كتكون رخيصه بزاف، ويعني وتجيبوها وتستعملوها الطريقه باش كل واحد يستافد. يعني بلا ما تبقى تشريوها من المحلات، كتكون بمواد حافظه، هذه كتكون صحي الانسان الصحه ديالو. هنا انا بعد قطعتها، بعد خليتها مكموله باش نزيد نحافظ على ديك الماء ديالها. يعني الماء دابا ما غنعمل غير نص ديال الكاس، نبدا نستمر بالتحريك. يعني المطيشه دغيا كطيب وغنخليوها طيب. عاد الا بغيتو طيبوها هي اللوليه، طيبوها عاد ضيفوا لها التوابل اللي غنقول لكم دابا من قبل. توابل اللي غنقولكم ولا تضيفوا عليها دابا. هنايا توابل احبائي الكرام، هنايا نستمر بتحريك التوابل اللي عندي. نضيف عليها زيت زيتون او زيت نباتي، انا كنفضل زيت زيتون حسن دائما في الماكله. الا كان شي عندكم زيت زيتون مهم ضيفوا. عندي ما يعادل من نص ديال الكاس صغير ديال العنبه، يعني الكاس صغير، وضيفوا قليله ديال الزيت ولا تضيفوا تطيب. انا التوابل عندي سكر سنيده والابزار وبابريكا، هادو هما التوابل. النشا احبائي الكرام، الا ما عندكمش موفره ضيفوها، عوطوها بالدقيق، يعني الدقيق الطحين حتى الاخر. انا النشا ما النشا هذه هي النشا اللي عندي هنايا. يعني النشا ما غنضيفوهاش دابا حتى الاخر، حتى نطحن. انا نوريها لكم الطريقه وصافي. نزلت هنايا جانبا، ما نعدلهاش دابا حتى طيب المطيشه ديالنا مزيان. ملي غطيب مطيشه غنخليها يعني شي 15 دقائق. يعني مطيشه دغيا كطيب بزاف، ما كتعطاش في الطياب ديالها. نبداو نستمر بالتحريك باش ما تحرقناش المطيشه ديالنا. مهم وعلى النار مهيله بزاف، ولا مهم هيدا بهذا الطريقه هذه. ونبدا نستمر بالتحريك باش نستمر بالتحريك ونخليها. نقطع فيديو باش نعودكم من جديد عاود باش تشوفوا الطريقه كيفاش غنعدلو. هنا احبائي الكرام جبت الكاس نص ديال الكاس ديال الماء، غنضيفو له. ما غنعملهاش كتر من هذا. يعني انا بغيت نوريكم غير الطريقه. نتوما الا بغيتو تضيفوا 5 الكيلو 6 الكيلو، المهم مطيشه كتكون رخيصه. ملي كتكون رخيصه جيبوها وخزنوها بهذه الطريقه هذه. كتجي رائعه بزاف. يعني كتجي رائعه بزاف، احسن من المحلات. حق الله الا جربتوها غادي تشكروني عليها بزاف. وانا بغيت يعني عملت غير شويه صافي. بغيت نوريكم غير الطريقه. مره اخرى نخزن بزاف. هنا احبائي الكرام، بعد ما طابت المطيشه ديالنا بهذا الشكل هذا، كتجيب كتحركوها مزيان بهذا الشكل هذا. كتجيب تحرك مزيان. انا بغيت نوريكم غير الطريقه، يعني قلت لكم عدد المرات. يعني كتجيبوا الميكسور، هاد الآلة الكهربائي ولا مونينكس، وكتجيبوا كنطحنوها في الآلة الكهربائي احسن، ولا بهدايا. كتخليوها حتى كتبرد، ونزيد نستمر عليها بالتطحين بهذا الشكل هذا، بالقشور ديالها بالزريعه ديالها بكل شيء. يعني باش تشوفوا الطريقه باش كنخزنوها. يعني ويعني حتى الاخر عاد نوريكم السر. يعني ملي غاد طحنوها كامله الطحنه،
كنطحنوها بهذا الشكل هذا كامله، ما كنخليو حتى شي حبيبات، باش نحصلوا على مطيشه السائل. ملي غنحصلوا على مطيشه السائل نوليو باش نصفيوها بشي صفاي يكون ديال الحديد ولا مهم، باش ديك القشور وديك الزريعه باش ما تهودناش في مطيشه ديالنا. كنبداو نستمروا بالتحريك بهذا الشكل هذا. انا الفيديو القادم اللي ماجي غنشوفوا الطريقه كيفاش نعدلوا المطيشه ديالنا. يعني مطيشه كتجي اقتصاديه ولذيذه بزاف، وتقدر تعملوها البيتزا، تقدر وتضيف يعني ما غنعملوا لا قزبر لا حتى شي حاجه سحطر لا والو. هذيك تقدر تعملوها في الحريره، وتقدر تعملوها في اي حاجه للحوت ولا شي حاجه، مهم كتجي لذيذه بزاف. بعد احبائي الكرام، بعد ما طحنتها غنجيب واحد الصفاي، واحد الطاسه باش نصفي. انا عملت غير القليل المحتاجه فيها. هنايا غنجيب الصفاي بهذا الشكل هذا، نبداو نستمر بهذا الشكل هذا. نجيب واحد المغروف وبدا نبقى تهود مطيشه في طاسه في المول، وديك القشور الزريع تبقى لنا في الصفاي ديالنا بهذا الشكل هذا. كنحصلوا على صوليس ديال الطوماطي لذيذه وصحيه بزاف، ولا جربتوها غادي تشكروني عليها، وتبقى تعملوها دائما ومبقاش تشريوها من الزنقه. يعني تصلح الحريره وكتصلح كل شيء، بيتزا اي حاجه تقدر تعملوها. مهم مطيشه كتجي رائعه بزاف. وعاد في الاخر ملي نبداو نبداو وغنعمل واحد مغروف ولا جوج مغارف ديال النشا باش كتعقدنا. يعني الفيديو القادم اللي ماجي كتولي رائعه بزاف، رائعه. هنايا نستمروا بهذا الشكل هذا احبائي الكرام، نستمروا بهذا الشكل هذا. وديك القشور نعملوه جانبا. انا عملت واحد القليل يعني ديال المطيشه، نتوما حبيتو تضيفوا اللي حبيتو باش تخزنوها يعني دائما في مجمد ولا في النبيره، وغتزولوها تبقى تستعملوها اي حاجه اللي بغيتو تستعملوها. كتصلح لكل شيء يعني ما فيها لا مواد حافظه ولا حتى شي حاجه. هنايا كنبدا نحركو جيدا باش كتهودنا ديك المطيشه. القشور كيبقى من الفوق، وديك الزريعه اللي الزريع نستمروا كامل بهذا الشكل هذا. انا عملت تبارك الله غير واحد الردومه فقط يعني. نتوما عملوا بزاف. مطيشه تبارك الله كتكون في السوق رخيصه، وكتكون ديك مطيشه صغيره كتكون رخيصه، كتعمل غير شي 4 دراهم ولا المهم 2 دراهم. المهم انسان علاش لا يجيبها يستعمل حاجه في الدار ديالو صحيه ونفس الوقت مزيانه للجسم. وتبقى الانسان الا بغى يعمل شي طاجين ديال الحوت ولا شي حاجه، مهم اي حاجه اللي بغيتي تستعملوها تعملوها، وكتكون بلا مواد حافظه وكتجي اقتصاديه. انا دائما تبارك الله عندي القناه ديالي فيها الحاجات بسيطه، ولكن عندي الحاجات اقتصاديه، حيت كاين ناس مساكن ما كتكونش عندهم الحاجه موفره باش يشريوها، وكاين فقراء وكاين حنا الحمد لله كاين فقراء. مهم حنايا كان اي واحد يستافد الفيديو يشريها ويعدلها. وكاين كل واحد واش من طريقته كيستعمل، وكل واحد واش من الطياب ديالو. هذه الطريقه هذه احبائي اذا استعملتوها غادي تشكروني عليها بزاف غتشكروني عليها، بنفس الوقت اقتصاديه. هنايا نستمر بالتحريك. تبارك الله حصلت على واحد الطاسه كبيره، تقدر تعملوها في بلاستيك ديك ديال الكوزينه، ولا في شي تيسان ديال الدجاج تعقموها مزيان تخليوها حتى تبرد. ملي غتجي تبرد وتعملوها ولا في بلاستيك وتعملوها قطعات صغارين، تعملوها حتى في الحريره، كتستعملوها حتى في الحريره ولا جميع نستعملوها في الحريره ولا في اي حاجه. هنايا نستمروا كامل المطيشه ديالنا ونبدا بهذا الشكل هذا باش كذا هو. انا احبكم باش ما نطولش عليكم قطع الفيديو.
هنا بعد نفس الطنجرة اللي طيبت فيها ديك المطيشة غنعود من جديد باش نعقم المطيشة ديالنا كتولي كتخمر بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوها عندي في التصويرة. يعني باش نعملو لا النشا ديالنا. نتوما الا ما عندكمش النشا عملو يعني عملو اش كيقولوا لا هذاك الدقيق الطحين. يعني ما تخافوش عليها تخسر ولا حتى شي حاجه. بهذا الشكل هذا كتجي رائعه ولذيذه بزاف بلا مواد حافظه، حيت ديك العلاب كيكون فيها المواد الحافظه. هنايا كنجيب النشا بهذا الشكل هذا. انا كنقول لكم الا ما عندكمش النشا عوضوها بالدقيق باش كتعقدنا المطيشه ديالنا. كنحصلوا على مطيشه المركزه ديال عايشه اللي كتباع في المحلات ولا هذيك اخرى. المهم احبائي نستمروا بهذا الشكل هذا. نبداو مغروفه ولا عملوا جوج مغارف على حسب نتوما ديال الكيلو د المطيشه اللي عندكم. انا نستمر حيت انا هذه محتاجه فيها. ثم الا بغيتو تعقموها تجي تعقموها بحال اللي خص تعملوها في الحريره. يعني في الحريره بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوها عندي في الطاسه. انا بغيت نستعملها يعني كتستعمل البيتزا ولا تعملوها في شي طاجين ولا شي حاجه بحال هيدا. كنخليوها طيبنا بنار مهيله ونستمروا بالتحريك باش ما ديك الطحين بدا كتعمل البقع بحال هذا الشكل هذا. ونستمر بالتحريك فكنحصلوا على البقع هيدا كتبقى ما تبقبقنا بحال هذا الشكل هذا. يعني كتكون طابت ديك مايزينا ونبدا نستمر بالتحريك باش ما تعقدناش المايزينا ديالنا. نبداو نستمروا بالتحريك بهذا الشكل هذا. نبداو عليها بشويه بشويه والنار مهيله باش كتحصلوا على شكل مطيشه المركزه. كتجي احبائي جربوها ومغاديش تستغناو عليها. تبارك الله ما شاء الله كتكون رائعه بزاف بهذا الشكل هذا وصحيه. يعني الانسان الجسم كيعرفش شنو كيستعمل الجسم ديالو. ما شي بحال حاجه مواد حافظه كيكون الانسان كيمرض وبزاف الحاجات. يعني نتوما عارفين بلا ما نقول لكم وبزاف الحاجات. انا بغيت نوريكم غير الطريقه صافي. وتوابل اللي عملت فيها نعمل لكم في الصندوق نكتب في صندوق الوصف. يعني التوابل الا بغيتو تعملوها دابا ولا ملي كتكون المطيشه طابت. كاين اللي كيعدل المهم بحال هيدا كيعدل الزيت وكيعدل ديك الفلفل الغابره بابريكا وكيعدل الابزار والسكر سنيده ودقيق ولا مايزينا. المهم الا ما كنقول لكم عدد مرات الا ما عندكمش الدقيق المهم مايزينا. الا عندكم مايزينا عملوا الدقيق. يعني ضروري يكون هاد باش كتجي يعني بحال الشكل بحال اللي كتشوفوا عندي هنايا في التصويره. انايا ما غنزيدش نهاتك بزاف حيت محتاجه فيها نعملها ان شاء الله بيتزا و اي حاجه مثلا الحوض ديك الحطبيات ولا مهم كتصلح اي حاجه تعدلوها. كتجي بحال الشكل ديال المركزات ديال الحوانت. جربوها وردوا عليا في التعليق. كتجي فيها واحد اللذة وكتجي رائعة يا سلام. يعني الا استعملتوها جربتوها ما غاديش تسخاو على هنا. احبائي راهي المطيشه ديالنا بدات كطيب وديك النشا اللي كانت فيها هاد الشكل هذا. انا عملت غير قليل يعني 2 كيلو ديال المطيشه. حصلت على 2 ديال طيسان ديال الدجاج صغارين. المهم واحد طاسه كبيره كتجي ما يعادل المهم واحد طاسه كبيره هيدا واحد طاسه فقط. كتستمروا بالتحريك بهذا الشكل هذا. كتستمروا بالتحريك باش ما كيبقاش البقع ديالنا فيها. مطيشه اقتصاديه وسهله بزاف وكتجي ساهله والانسان علاش لا يعمل بزاف يحافظ فيها في الرضايم ديال الدجاج ولا ديك البورصات اللي كتجي ويحافظ عليها في المجمد. احبائي الكرام انا حصلت مطيشه بهذا الشكل هذا. يعني جات رائعه بزاف واحد النسيمه خارجه منها.
هذا هو الشكل النهائي. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل الجديد مع وصفة طبخ عالم سعاد. يعني باش يوصلكم كل جديد اللي كنعملو ان شاء الله، والبارطاج كل واحد يستفد. خليتكم في امان الله، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسوا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبائي الكرام جربوها وردوا عليا في التعليق واش عملتها مزيان ولا ما عملتهاش مزيان. يعني القناة ديالي كتجي بسيطة، ويعني اي واحد كاين. المهم دابا ما نشرحكم بزاف. هنايا تجربوها تجي رائعة بزاف، رائعة رائعة، ما غاديش تستغناو عليها بزاف، وبلا ما تشريها من المحلات كتكون ماشي مزيان.